مراتي قالت لي النهارده لو هي موجوده في البيت انا ما اروحش البيت. حرام. زي قرفاني الصراحه وخدمه وانا مش قادر اخدم الصراحه. سيبها كده في الشارع؟ لا حرام طبعا. طيب لا حرام، لا حرام. فريق عمل تبسم تواصل مع عم نادي واتفق معاه ان في مذيعة عايزة تعمل معاه حلقة على السوشيال ميديا كمثال ايجابي. اتفقنا معاه على مكان المقابلة واستقبلته سلمى زميلتنا من فريق تبسم على انها البنت اللي هتعمل معاه الحوار، واثناء ما كانت بتكلمه اتدخلت وحطيت عم نادي في اختبار. تعالوا نشوف عم نادي عمل معايا ايه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ازي حضرتك؟ ازي يا استاذنا؟ بس ممكن اكلم الاستاذ بس في كلمه باذنك؟ اتفضل. بس على جنب بس ممكن باذنك؟ عايز بس اكلم الاستاذ ممكن؟ اتفضل. السلام عليكم. بس كنت عندي حاجه بس عايز ممكن اقف بس معاك في جنب عشان مش عايز حد يسمعنا. ماشي. طب أستاذ استاذنك ثواني يا فندم. ماشي ثانيه واحده بس. بص يا عم الحاج، عندي اختي، يعني هي انا كنت ماشي في شارع فشوفتك يعني ماشي. ربنا يعني يستر عليك. هي كفيفه مش بتشوف. ماشي تمام. صراحه هي مبهدلاني في البيت وانا يعني مش هقول لك زهقت منها، هي يعني مش قادر اخليها معايا في البيت. ماشي. فانا شفتك قلت اسالك عايز ايه، لو في دار كده يعني يرعاها ولا حاجه واسيبها، وصراحه عشان انا زهقت جدا ومراتي مش عايزاها. مراتي قالت لي النهارده لو هي موجوده في البيت انا ما اروحش البيت. فلو في دار كده قول لي يعني، بس انا مش عايز بس عشان ايه هم ما واقفين جنبك كانوا بيصوروا فما رضيتش يعني. طيب هي بنت اخت حضرتك متعلمه؟ هي عندها 10 سنين. 10 سنين؟ وانا الصراحه مش عايز ارميها في الشارع، بس هي مراتي لو النهارده ما روحتش هترميها في الشارع. لا طب وانا صراحه اتخنقت منها جدا يعني. هي مبهدلاني يعني وانا ما يعني ربنا يعني هو بقى هي حصل لها حادثه يعني، بس انا الصراحه مراتي هتطلق، فاقول لي اعمل ايه بقى؟ لا هي حضرتك ما اتعلمتش طبعا. لا مش متعلمه لا. طب تروح في جمعيه في مصر الجديده اسمها جمعيه النور والامل. تروح تقدم لها هناك، بس هتجيبها الخميس والجمعه. طب هي لازم النهارده اعمل ايه؟ ما امشيها اسيبها في الشارع؟ لا النهارده لا صعب النهارده، لان النهارده طب انا النهارده لازم ممكن اسيبها واي حد يتولاها. طب خدها النهارده واروح اقابل مديره المعهد او مديره الجمعيه. طب لو ما وافقوش اسيبها في الشارع؟ لا ما اسيبهاش في هم هيقولوا لك هتعمل ايه هنا، مش هيهون عليهم تسيبها. روح جمعيه. هو انا مش قلبي قاسي يعني، انت ما تحسس يعني. لا انا بقول لك هم مش هيسيبوها. طب وهيقولوا لك تعمل ايه. زي قرفاني الصراحه وخدمه وانا مش قادر اخدم الصراحه. فبقول لك اروح اللي هو تعرف محكمه مصر الجديده. صراحه مش عارف بقى، انا هشوف. انا هفكر. بس انا من مكان قريب هنا، انا ممكن اسيبها وممكن اي حد من اهل الخير ياخدها. ايوه هتسيبها فين؟ هاخدها اسيبها في الشارع. حرام يا عم مش حرام، ما هو ربنا انت مش ربنا بيسترها معاك انت. ايوه ماشي هتسيبها كده. انت عندك اولاد؟ عندك قد ايه؟ عندي 3 اولاد، 3 بنات. 3 بنات؟ يعني عندك نفس الحاله يعني؟ مبصرين ولا؟ لا. امال مين بيتولاهم بقى؟ امهم هي اللي بتولاهم؟ طب انا هسيبها النهارده في الشارع. لا حرام. ما انا قلت والله انت ممكن تساعدني، تعرف حد ياخدها النهارده ولا حاجه. بقول لك النهارده اروح واديها النهارده. بعيد قوي عليا مصر الجديده، بعيد قوي قوي. طب ما هي ده اللي اعرفه انا حاليا. طيب خلاص انا هنزل هروح اجيبهم دلوقتي، خدها بالتوك توك دلوقتي واحطها في اي مكان وربنا يتولاها. حرام. مش حرام يا عم، اكيد حد هيشوفها. ايوه هيشوفها. هتسيبها كده في الشارع. ايوه هعمل ايه يعني؟ وانت اسمك ايه اصلا؟ انا اسمي نادي. اسمك نادي؟ انت منين، من هنا ولا ايه؟ من هنا. تعرفش حد يتولاها يوم كده ولا يومين؟ لا والله انا ما اعرفش. هي الجمعيه دي بس؟ هتعمل حاجه الجمعيه يعني؟
ايوه تهتم بيها. يعني انت شايف ما ارميهاش في الشارع؟ لا حرام طبعا. طيب لا حرام. بص يا عم نادي، اتفضل. انا اسمي محمد الهجان، سلام. وانا دلوقتي كنت بصور معاك. آه. ودي كاميرا خفيه نعملها مع الناس الجدعه والشقيانه والناس الاصيله اللي زيك. كده برضه. والشباب اللي كانوا بيسووا معاك دولت معانا، احنا معانا في الكاميرا الخفيه. كده برضه. عامل ايه؟ الحمد لله. أخبارك ازيك يا إيه؟ محمد؟ ايه اخبارك؟ انا ايه قلت ما اجيش ما اصورش معاك كده عادي. لا حماد. ايه رايك في الراجل اللي عايز يرمي اخته ده؟ لا حرام. في كده؟ لا ما كنت مستغرب. في كده؟ انت كنت لا. بتفكر في ايه ساعتها؟ قول لي كنت بتفكر في ايه؟ ما انا مش عارف، دماغك مش عارف دماغي تجيب. اتشلت بجد. هقول ايه؟ يعني انا لو ينفع كنت اخدها عندي ما كنتش اتردد. انت معاك بناتك اسمهم ايه عندهم كام سنه؟ عندي مادونا وفي اولى اعدادي راحه تاني اعدادي، وميرولا دي راحه سنه 6 كانت في 5 راحه 6، وايرين راحه سنه اولى اعدادي. دي كلها اسماء سينمائيه. لا مادونا وميرولا ورينا. لا ايريني. رين. اه الله عليك. هم كلهم متعلمين ها؟ ولسه ايريني هتتعلم راحه اولى ابتدائي. ربنا يبارك فيهم يا رب. ربنا يخليك. الثلاثه نفس الحكايه. نفس الحكايه ده يعني ده ربنا اتولدوا كده يعني. الحمد لله. الحمد لله. والام؟ لا الام الحمد لله كويس. الحمد لله. ربنا يبارك فيك ويبارك فيهم وتشوفهم كده احسن بنات في الدنيا. ربنا يخليك. قول لي في معاناه شويه بتحس معاهم في البيت، ولا حاسس ان الدنيا ربنا ميسرها؟ لا اصل انا من نفس ظروفهم فحاسس بيهم. يعني انا عانيتها من الظروف دي، كنت لوحدي. بتعامل معاهم اتلاشى اللي انت وقعت فيه، اللي وقعت فيه، المشاكل اللي وقعت فيها وبتاع. فبحذرهم منها مثلا، او قبل ما يقعوا فيها بنبههم. احنا دايما هو غرض برنامجنا ناس متبسم. فاحنا بنحاول اولا نشوف الضحكه الجميله على وش الناس الجميله اللي انت ضحكتها دي. بس انا كنت دايما بقول ايه، هل احنا فعلا وصلنا ممكن يكون في ناس، طبعا في اهل خير جمال جدا وناس بتساعد، وانت برغم كده انت لا انت ما قلتيش سيبها، لا عشان انت حسيت بالمعاناه وعارف. ما اقدرش اقول سيبها. كنت ممكن تقول لي سيبها. لا اسيبها. لا ده حاجه قاسيه جدا. كنت بتفكر فعلا ان انت تعرض عندك ظروف وتعرض تاخدها؟ والله انا لولا ان انا مش هينفع اخدها منه دلوقتي واروحها، كنت خدتها وروحتها البيت. ربنا يبارك لك يا عم نادي. لكن انا فعلا رايح مشوار، وبعد كده هروح اجيب عيالي من معهد الموسيقى. الله، في معهد الموسيقى؟ بجد. انت اللي بتروح تجيبهم؟ الله. طب احكي لي بقى بتعمل ايه يومك يعني انت اللي بتمشي مع حاجتهم وبتروح؟ ايوه انا بجيبهم وانا بوديهم. انت راجل عظيم. ده كويس قوي ان انت مهتم معاهم بادق التفاصيل دي. اصل ما يحسش بالظروف دي غير اللي فيها فعلا صح. يعني انا مهما حد اتكلم عمره ما يحس. طبعا. يعني انا عشان اتعلمت الدراسه، بس انا معايا ليسانس اداب قسم تاريخ. انا عشان اتعلمت فقط لا غير، وعانيت من شغل ان انا الاقي شغل بسهوله وبتاع، وحاليا ما فيش شغل غير شغل هو 5% فقط لا غير. 5% دي هي تبع الحكومه صح؟ ودي ما يعني معظم بتوع 5% بيقول لك اقعد في البيت وتيجي تقبض، او تيجي كل اسبوع مره. في مقابل ان انت تضيع كل حقوقك. فلا ما فيش حاجه هتخليك تتحرك وتشتغل وتعمل غير الموسيقى. دي الحاجه الوحيده اللي ممكن يفرغوا عنهم طاقتهم. يعني يفرغوا ويلاقوا شغل فيها مجالات كتيره. تتمنى ايه؟ انا اتمنى المجتمع اللي حوالينا يعتبر الكفيف ده او المعاق عامه ده انسان كامل العقل، بيعرف يفكر وبيعرف يتحرك. هو انا هعرضك في كلمه معوق ده. انتوا العظماء، والله العظيم انتوا العظماء. انت عارف احنا عايشين على الارض دي ببركتكم انتوا. ربنا يخليك. والله العظيم احنا عايشين على الارض وربنا بيسترها معانا بالبركه بتاعتكم انتوا. صدقني والله. ما مش كل الناس بتفهم النقطه زي دي، واحنا عشان كده عايزين نقول ده. فهو لازم المجتمع فعلا يحس بقيمه الكفيف وعنده امكانيات ويقدر يعمل اي حاجه.
هو كل اللي يعوقه هو بصره بس، عنده باقي حواسه شغاله. وربنا من صفاته العدل، فهو بياخد البصر بيعوضك بحاجات تانية كتير. صح. اتخرجت عملت ايه؟ هي دي القصه بقى. لازم ان احنا نوظف الكفاءات قصدك. الكفاءات. وانا متاكد ان كتير احنا الدوله بتاعتنا بتشتغل على ده. هو وانا متاكد دوت ده هيحصل هيحصل ان شاء الله. هو عايزه جهود كتيره فعلا، عاوزه بذل مجهود للحوار ده، ودوت في الطريق يعني باذن الله. طب قول لي بقى يا سيدي، احنا برنامجنا اسمه تبسم، تمام؟ زي ما قلت لك بنصور مع الناس المبتسمه والجميله زيك. بتتفائل ولا لما بتقع في مشاكل ولا شايف الدنيا سودة؟ بص صح، انا مش من الناس، مش نوعيه البشر اللي هي عندها موضوع التفاؤل والتشاؤم. انا سايب كل اموري في ايد ربنا، ماشي على الله. لكن موضوع التفاؤل والتشاؤم ده انا ما بقتنعش بيه. طب احنا خلينا نتفائل ونلعب مع بعض لعبه الحظ. بص يا سيدي، اتفضل. انا هديك ايه دول 3 اظرف همت، ماشي؟ عايزك تتلمسهم. خلاص، ادي ظرف وادي 2 وادي 3، تمام؟ ماشي. ظرف من الاظرف دول، تمام؟ ايوه. ظرف من الاظرف ده بيقول ان انت في جوه انت كسبت، والتانيين بيقولوا ويقولوا انت خسرت. يعني واحد فيه كارت انت كسبت، والظرفين تانيين انت خسرت. تعال بقى نشوف حظك بقى ايه، في تشاؤم ولا تفاؤل ولا عادي. يلا ماشي. ادي 3 اهو، تحسسهم وشوف. والتالت اهو، اختار بقى. نختار في النص. نختار في النص. خير الامور ايه؟ وسط. الوسط. طيب تعال نشوف بقى. انا هفتح لك. مبروك انت كسبت. شفت يعني البركه والجمال اللي انت فيه. الحمد لله انت كسبت. ماشي. الحمد لله. طب كسبت ايه بقى؟ بص يا سيدي، دي مكافأة بسيطة جدا وانا كنت مبسوط جدا. ده ظرف اهوت ما نعرفش فيه ايه، ربنا يبارك لك. لا طب انا عاوزك تعرف لي في ايه. لا انت بقى اعرف بقى مع بناتك النهارده في ايه. ماشي. بس انا كنت مبسوط قوي ان انا كنت معاك النهارده، وانا مبسوط وكنت مبسوط بالابتسامه الجميله والتفاؤل ده. وكويس ان انا ما رميتش اختي النهارده. انقذتني انت النهارده، انقذت البنت. لا انت حطيتني في موقف صعب قوي. هتفكر الراجل ده هيعمل ايه؟ لا ماشي. انا مبسوط جدا معاك. يعني انا صح حطيتني في موقف صعب قوي. عم نادي، صح؟ انا كنت مبسوط جدا معاك النهارده. انا مبسوط جدا ومبسوط. وان شاء الله نجي لك تاني بقى، بس لما بنتك وبناتك يعملوا حاجه في الموسيقى احنا هنيجي نصورهم مخصوص يا باشا، وانت معاهم. ده شرف ليا. ماشي. اول ما يتعلموا حاجه هسيب لك رقمي وعلى طول هاجي اصورهم انا بقى مخصوص. ماشي. ده شرف ليا. واحنا دعوه مننا لاي حد بيسمعنا يا جماعه. الكفيف والغير مبصر زي ما عم نادي قال، هم عندهم طاقات جميله جدا وكبيره جدا. المهم ان احنا نستغلها صح كده؟ دي حقيقه. تحب تقول اي حاجه قبل ما نقفل؟ لا يا فندم. تتمنى باي حاجه؟ اتمنى السلام يا عمر. احلى حاجه. كلمه السلام دي هي اللي احنا نكتب فيها. شكرا جدا. شكرا. ده كلنا في الحياة أسباب وحكمة ربنا اتعلم. مفيش رزق اتكتب في كتاب ما جاش في ميعاده فتبسم.